عبد الناصر زيدان بيفتح النار على ابو المعاطي زكي. انت اللي شليت مرادي، وانت اللي سببت في قطع رزقي، وانت اللي سلمتني تسليم اهالي لجمهور النادي الاهلي. انت السبب في اللي انا وصلت ليه، وانت السبب ان انا انكسرت قدام ولادي ومش هسامحك ليوم الدين. انت بتقول ايه يا عم افندينا؟ ايه الكلام الكبير ده؟ هقول لك ده مش كلامي، ده كلام الاستاذ عبد الناصر زيدان مع الاعلاميه الشهيره الدكتوره بسمه وهبه في برنامج العراف، لما طلع كده عبد الناصر زيدان معاه واتهم ابو المعاطي زكي بالاتهامات اللي قلتها لحضرتك، وكان اهم اتهام فيها ان ابو المعاطي زكي تسبب في شلل لزوجة الاستاذ عبد الناصر زيدان، وانه كسره قدام ولاده، وانه اهانه قدام ولاده، وانه تسبب في قطع رزقه. يا ترى الكلام ده حقيقي ولا الكلام ده ما حصلش؟ ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال حلقتنا النهارده، اللي بتمنى من حضرتك ان انت تتابعها لاخر لحظه، لان فيها مقاطع مهمه جدا بتثبت كلامنا، وفيها مقاطع بتؤكد على كل كلمه هنقولها في الحلقة دي ان شاء الله. بس دلوقتي سيبني بقى اسلم على اخواتي المحترمين واقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدين افراد اسرة ملعب افندينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ووحشتوني، ورمضان كريم عليكم وعلى الاسرة الكريمة، اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. ويا اخي ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. وكالعادة لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، عبد الناصر زيدان وابو المعاطي زكي الاتنين اللي اصحاب اللي اتفقوا في يوم من الايام ان هم يعملوا بثات مشتركة ضد مرتضى منصور وضد نادي الزمالك، وهقول لك ليه ضد مرتضى منصور، وهقول لك ليه ضد نادي الزمالك. خاضوا معركة شرسة ضد معالي المستشار مرتضى منصور، وكانت المعركة دي تسببت في وقت من الاوقات ان المستشار مرتضى منصور خسر الانتخابات البرلمانية في دايرته متغمر، وكان عبد الناصر زيدان وابو المعاطي زكي بيبثوا من داخل متغمر او من احدى قراها، وبالتحديد يعني من بلد في متغمر، وكانوا فرحانين بعد سقوط مرتضى منصور، وطلعوا الاتنين في بث مشترك شهير فضلوا يغنوا له يا ساجد يا ساجد يا ساجد يا ساجد. طبعا الفيديو ده انتشر كالنار في الهشيم. مش بس كده، ده فضلوا يحاربوا في مرتضى منصور لحد ما تم عزل مرتضى منصور من نادي الزمالك، وطلعوا الاتنين واعلنوا الافراح، ويعني شمتم شماتة ما بعدها شماتة في مرتضى منصور. لكن مرتضى منصور محامي محنك وواحد من أكبر المحامين في الشرق الأوسط اللي اتجه إلى القانون وبدأ يرفع قواضي كتير على عبد الناصر زيدان، اللي بسببها خد أحكام تصل إلى 35 سنة سجن. وده اللي خلى عبد الناصر زيدان يطلع يعتذر للمستشار مرتضى منصور ويقول له أنا غلطت وحقك عليا وسامحني، وعشان خاطر أولادي تنازل عن القواضي. وفعلا مرتضى منصور قال عفى الله عما سلف وتنازل عن القواضي بعد اعتذار عبد الناصر زيدان. وده الشيء اللي زعل ابو المعاطي زكي جدا، وقال له ازاي تعتذر لمرتضى منصور؟ انت تتحبس لك كام سنة ارحم لك. وكان رد عبد الناصر زيدان انت عاوزنا تحبس 35 سنة؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ لا انا هعتذر لمرتضى منصور. وبالفعل، لكن رد فعل ابو المعاطي زكي كان قاسي جدا على عبد الناصر زيدان، خلاه ساب شغله وحاربه في اكل عيشه وسلمه تسليم اهالي لجمهور النادي الاهلي، لدرجة ان عبد الناصر زيدان بقى مش لاقي ياكل، وخرج ولاده من المدارس الاجنبية ودخلهم مدارس حكومية. وده الشيء اللي احزن زوجته بشدة، وفضلت يعني في حالة حزن لدرجة ان هي جالها شلل بسبب اللي عمله
ابو المعاطي زكي في عبد الناصر زيدان. طب انت بتقول الكلام ده يعني دليلك ايه؟ دليلي كلام عبد الناصر زيدان نفسه في برنامج العرافة مع بسمة وهبة، وهو اللي قال الكلام ده، وهسمعه لحضراتكم كلمة. لكن انا قلت في البداية ان هم كانوا بيحاربوا نادي الزمالك. ليه يا عم قلت كده؟ هقول لحضرتك ان برضك في نفس البرنامج شيخ الحارة سأل عبد الناصر زيدان وقال له على الفيلا اللي كان هياخدها زي رشوة عشان يدمر نادي الزمالك ويحارب نادي الزمالك هو وابو المعاطي زكي. وده الشيء اللي خلى عبد الناصر زيدان ما يكملش الحلقة وقال لها انا مش قد مرتضى منصور وانا مش هتكلم في الملف ده تاني، وانا اسف ان انا جيت، انتوا جايين تسلموني تسليم اهالي زي ابو المعاطي زكي ما سلمني تسليم اهالي. تحب حضرتك تتأكد من كل كلمة؟ تعالوا نرجع مع بعض كده ونشوف كلام عبد الناصر زيدان مع بسمة وهبة، ونرجع مع بعض من تاني عشان نكمل حلقة. حد صديقي في النادي الاهلي مسؤول كبير، عشان تعرف بس التغير بيوديك للمجاملة والمجاملة بتوديك للخسارة. احد حكماء الاهلي الكبار تدخل وخلى رجل اعمال كبير ايوه كلم هذا الشخص وقال له طيب هنقدر نعمل لك من شركتي كذا في الشهر. قال له لا المبلغ ده قليل ما ينفعنيش. اسمعوا الفضيحه. امال عايز ايه؟ قال له عايز اسمعوا الفضيحه، اطلع ضيف وفقره في قناه الاهلي، وعايز مرتب ما يقلش عن كذا لان فلان بياخد كذا وفلان بياخد كذا وفلان بياخد كذا. اسمعوا الاسطوره، اسمعوا الاسطوره. وما يقصدنيش. سمعت يا اسطوره؟ لا مش انا الاسطوره، انا راجل لا اسطوره ولا يحزنون. هو بيقصد ما انت اللي صوتك لا اهو. لا لا، ما هو انا كنت بتكلم على الاسطوره اللي بيتكلم عليه مش عليا. مين؟ اسطوره اليوتيوب وما وراء البحار. مين؟ هو مسمي نفسه كده. مين؟ هو مسمي نفسه كده، مش بدل ما قلتش اسمه في الفيديو مش هقول اسمه يا دكتوره. بس عشان خايف. لا لا لا، الناس كلها عارفه. بصي اصل انا بصي مش عايز يا دكتوره لو سمحتي، هذا الملف جارح. انا من الناس اللي مش عارفه يا دكتوره بعد اذنك، هذا الملف جارح وانا مش عايز اتكلم فيه لاني انا ندمان عليه بكل ما تحمله الكلمه من ندم. واحد كان شريكك صح؟ ما انا ما شاركتش حد ولا طول حياتي شاركته، بالعكس انا راجل. واحد كنت بتطلع معاه بث مشترك. بس اقول لك على حاجه، انا الحمد لله مصدر خير لهذا الانسان، وهو اذاني بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اذاني وسلمني الجمهور الاهلي تسليم لا يليق وكل حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. اذاك ليه؟ هو في حد بيأذي حد بباب الطاق يا كده؟ ستي انا يعني حبيته جدا وكنت واخده صديق جدا وخدعني. ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله يعني؟ هل ما صادفش حضرتك في حياتك قصه صديق خدع صديقه او تخلى عنه او باعه؟ هسألك سؤال وتجاوبني بصراحه. اتفضلي. ما اختلفتوش على سبوبه؟ سبوبه ايه؟ الحمد لله انا مصدر خير ليهم على طول، اختلف ليه على سبوبه؟ على فكره انا اخر حاجه اتكلم فيها في حياتي الفلوس، ولا تعنيني، ومؤمن ان الفلوس دي ابتلاء وبكرهها. واسالي حتى مدير اعمالي ولا اللي شغالين معايا، ما بحبش امسك فلوس. ولما كنت مع الناس دي اساليهم يشهدوا ويمسكوا مصحف لو كنت في يوم من الايام اتكلمت معاهم على جنيه، غيري كان بيقاولهم على الكلمه والورقه. يعني كنت شغال ببلاش؟ والله العظيم ببلاش. يعني كنت بتتصدق بوقتك؟ والله العظيم ببلاش عشان راجل وبتاع موقف وما ببيعش حد. وفي الاخر اتقال لي روح شوف مصالحك. يعني انت كنت بتاكل اهل بيتك بالمواقف؟ لا الاهل ماله، الاهل مش طرف معايا في مشكله. بتاكل اهل بيتك اسره. زي ما بقول لك انا نقلت عيالي من مدارس خاصه اجنبيه لمدارس حكوميه عشان ما الاقيش فلوس المدارس. مراتي وقعت من قدامي جلطه وشلل ما كنتش لاقي اعالجها. عايزه ايه تاني؟ فين الفلوس؟ ومحدش وقف جنبك؟ قالوا لي روح شوف مصالحك. دول ناس بيمشوا على جثث البشر. مين اللي قال لك كده؟ قالوا لي روح شوف مصلحتك. مين؟ الراجل الكبير بتاعهم اللي كنت بتعامل معاه، رحت له بقول له الوضع ايه وانا ما فيش حد هيشغلني بعد المعركه السوداء اللي انا خضتها دي، وانا مش عارف ارجع اعلامي ازاي. قال لي روح شوف مصالحك.
مصلحتك لو على حساب انك تشتمني انا وابني اشتمني وانا مسامحك. يعني معناها ما تجيليش تاني. ده جزاء المعروف. ولادك قالوا لك انت ضيعتنا؟ انا بس عايز كل واحد يتخيل. انا عارفه ان محدش يخسر يعني راجل الا اولاده. انا عايز بس اي حد بيتخيل وبيقول عبد الناصر انبطح ولا اعتذر لفلان ولا علان، اقول له تخيل انك انت تدخل بيتك في يوم من الايام وتلاقي شريكة حياتك اللي عاشت معاك 21 سنة على الحلوة والمرة قدامك مش قادرة تتحرك. وايه السبب؟ السبب الناس دي. الزعل. ومش هنسى لهم اللي عملوه فيا لغاية ما اموت. طول حياتي ما شلتش من حد ولا كرهت حد، لكن بجد الناس دي عملت معايا كل اذى ومشت على جثتي بلا رحمه. اتعالجت؟ بقت كويسه ولا لسه؟ يعني العلاج بتتقبله بقى. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. زي ما حضرتك ما سمعت كده الحوار كامل وكله بالمستندات وكله بالصوت اهوت، صوت عبد الناصر زيدان وصوت الاستاذه القديره يعني الدكتوره بسمه وهبه، والاسئله واضحه والكلام واضح. مين اللي كنت بتعمل معاه شراكة وكنت عامل معاه بسات مشتركة وكله على عينك يا تاجر؟ هو السؤال هنا ايه اللي يوصل عبد الناصر زيدان ان يخش في معركة مش معركته ويبقى نهايته بالشكل ده؟ والشيء التاني، هل الصداقة ممكن تتحول في يوم من الايام ان يكون الاذى فيها لدرجة ان انت تأذي صاحبك وصديقك وعشرة عمرك على حد قولكم لدرجة ان هو يفقد مصدر رزقه وينكسر قدام اولاده؟ في النهايه بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم وفي كل اللي جه على نادي الزمالك وتسبب في انهيار نادي الزمالك والحاله اللي وصلت ليه نادي الزمالك بعد اعمالكم اللي لسه مكملين فيها ولسه لحد دلوقتي بتخوضوا في معارك وفي محارب ضد نادي الزمالك. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك فضلا منك وليس امرا خليك فاعل خير واعمل لايك واعمل شير، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندين.